قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذه القناة نقربكم من كواليس الأشغال الكبرى في الملاعب المغربية بالصوت والصورة والمعطيات الدقيقة لمتابعة كل جديد في مشاريع التأهيل استعدادا لكأس إفريقيا 2025. اليوم نوافيكم بآخر التطورات في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث دخلت الأشغال مرحلة دقيقة مع بداية تركيب الهياكل الحديدية التي ستشكل السقف الرئيسي، وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل التقنية نظرا لما تتطلبه من دقة وتنسيق بين الفرق العاملة. من خلال المعاينة الميدانية بدأت ملامح جديدة تظهر على أرض الواقع، خاصة مع انطلاق تغليف الجزء العلوي من السقف بمواد حديثة ومتطورة مثل ألواح PTFE، وهي مادة خفيفة شفافة مقاومة للعوامل الجوية وتستخدم في أبرز المنشآت الرياضية العالمية، كما تساهم في تقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك يتم استخدام طبقات عازلة توفر حماية من الرطوبة، العواصف والضوضاء، ما يجعل السقف عنصرا جماليا ووظيفيا في آن واحد، يضمن راحة الجمهور واللاعبين ويضفي لمسة عصرية للمعلم الرياضي. ومع تسارع وتيرة الأشغال يبدو أن ملعب الرباط يسير بخطى ثابتة ليكون من أرقى الملاعب في إفريقيا، سواء من حيث التصميم أو الجودة أو التجهيزات، استعدادا لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.